تبكي من الحسرة تقول يا ربي يا رب العباد اللهم بعونك اكتب لنا النصر. يا لوعد النفس عليك يا قدسي وأنت في البلوة والعيشة المرة. أين أنتم يا شعبي؟ أين أنتم يا إخوتي؟ استيقظي يا أمتي. منكم أيها العالم. أقدم لكم نفسي، أنا الغربة، اسمي لجئة، اسم أبي عودة، واسم أمي نكبة. جنسيتي فلسطينية بالفطرة، ومكان إقامتي في العالم التشرد والضياع والغربة. أجمل كلمات عندي المخيم، الأقصى، الأسرى، غزة، الشهيد. فهل تعرفون هذه الكلمات؟ المخيم. أنا المخيم، كنت خيمة فأصبحت قرية. شوارعي ضيقة، بيوتي متلاصقة، ظروفي متقابلة، أحوالي سيئة، وأمي ضائعة. فإلى متى أبقى خارج الوطن؟ الأقصى. أنا لنفسي في الأقصى قضية كل المسلمين. أنا أولى القبلتين. نعم، صلى إلي النبي مكة 13 سنة وبعد الهجرة من المدينة 16 شهرا، ثم اتجه للكعبة. الأسرى. أنا أسيرة بلا ذنب جميل سوى الإسلام. تهمتي أنني أحمل في قلبي حب فلسطين والمسجد الأقصى الحزين. أنا أسيرة في زنازل صخرية الجدران، لكن ترجيلي القرآن ينير المكان. أنا مقيدة بزنازين اليهود، أحمل في قلبي صبر الرجال وأمل الأبطال. غزة. أنا غزة الهاشمين، أنا غزة أميرة الزهراء، عشيقة الشهداء التي فيها الرجال الأشداء ويخشاها المعتادون الفلناء. أنا غزة، أنا جرح نازف وقلبي بدمي راعب. في كل يوم عندي شهيد، يسعفه شهيد، ويصوره شهيد، ويودعه شهيد، ويصلي عليه شهيد. أنا غزة، أنا الناس تشتري ثوب العيد، وأنا أشتري كل دقيقة كفن شهيد. الشهيد، أنا الشهيد. لقد تركت بيتي وأمي وأبي وأخوتي وذهبت إلى جنتي. أنا الشهيد، أعلم أن الجنة تحت صراع السيوف، وأن الشهداء عند الله من الأحياء. أنا إن قدمت لكم دور المخيم. أنا سيلين، قدمت لكم دور فلسطين. أنا أسيل، قدمت لكم دور الغرب. أنا ياسمين، قدمت لكم دور المسجد الأقصى. أنا يوسف، قدمت لكم دور الأسرى. أنا ريتيل، قدمت لكم دور غزة. أنا إبراهيم، قدمت لكم دور الشهيد. يا أرضي يا أرض الجنود، فدائي يا شعبي يا شعب الخلود.